النهاردة هعمل لكم أحلى رز بالبشاميل بطريقة بنات العيلة. أول حاجة هعملها هعصج اللحمة في طاسة سخنة على نار متوسطة. هنزل بمعلقتين سمنة ومكعب زبدة أو زيت ونص كيلو لحمة مفرومة وهقلبها كويس، وبعد كده هنزل ببصلة متقطعة ناعم وهفضل اقلب اللحمة مع البصل كويس لحد ما يندمجوا مع بعض، وبعدها هنزل بالبهارات بتاعتنا وهي عبارة عن معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود والملح ورشة من القرفة والزنجبيل ونص معلقة من بهارات اللحمة وكوباية خليط من البسلة والجزر، وهقلب الخليط مع بعضه وننزل بمعلقة من الصويا صوص وهسيبهم لحد ما يستووا. ويلا بينا نشوف هنعمل الرز ازاي. في حلة على النار هنزل بمكعبين زبدة ومعلقة سمنة، وبعدها نزلت بالبهارات لومي ولوري وقرفة عود، وبعدها هنزل بالرز اللي معايا وهديهم تقليبة حلوة كده لعند ما اغلف الرز بالسمنة كويس عشان يبقى مفلفل معانا. وبعدها احط 4 كوبايات من الشوربة عشان لكل كوباية رز كوبايتين شوربة. وكده الرز بقى جاهز معانا، وده شكله بعد ما استوى. وهقلبه كويس. شايفين مفلفل ازاي وريحته خطيرة بجد بجد بجد. السمنة البلدي والشوربة مودياه في حتة تانية خالص. يلا بينا نعمل مع بعض البشاميل. هنزل ب5 معالق سمنة ومكعبين زبدة، وهنزل عليهم ب5 معالق دقيق، وهفضل اقلب فيهم لحد ما ياخد اللون الذهبي. وهنزل بكيلو ونص من اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر عشان ما يكتلش معايا، طبعا انتوا عارفين. وهفضل اقلب فيه كويس زي ما انتوا شايفين لحد ما يتقل معايا واوصل للقوام اللي انا عايزاه. وبعدها هنزل بالملح والفلفل الاسود، وهنزل ب200 جرام من كريمة الطبخ. واهم حاجة بجد بجد يعني الاستمرارية في التقليب عشان ما يكتلش معاكم. شايفين شكله عامل ازاي؟ كريمي بجد. وننزل بباقي كمية الكريمة اللي معانا ونقلب لمدة دقيقة، وبكده البشاميل بقى جاهز. وده الشكل النهائي للبشاميل والرز واللحمة. ويلا بينا نرصهم في الصينية. هبدأ انزل البشاميل في الصينية، وبعدها هنزل اول طبقة من الرز عشان انا هعملها بطبقتين. لو عايزين تعملوها بطبقة واحدة عادي برضو. هفردها في الصينية كويس زي ما انتوا شايفين كده. وكده بقت تمام. وننزل بقى بالحشوة اللي معانا، وهبدأ افردها في الصينية كده كويس زي ما انتوا شايفين. وبعد ما فردتها كويس في الصينية هنزل بشوية من البشاميل عشان انا بحبها تكون جوسي كده والبشاميل يكون مغرقها في كل حتة. وبعدها هنزل بطبقة الرز التانية وهفردها كويس في الصينية، ونبدأ ننزل بصوص البشاميل. انا مكترة شوية عشان احنا بنحبها تكون جوسي. هفرده في الصينية كويس معايا عشان يغطي الجوانب كلها. وكده بقت جاهزة معانا تدخل الفرن، بس انا هضيف لها كوباية جبنة موتزاريلا. وبعد كده بقت جاهزة معانا وهدخلها في فرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، ولون الصينية مظبوط جدا، وممكن تقدموها سخنة، ولو عايزينها قطع ياريت تسيبوها تبرد شوية، بس احنا بنحبها جوسي. شايفين الجمال؟ جربوها بجد مش هتندموا، وبنفس التوابل اللي انا عملتها بالظبط. وهبدأ اقطعها قطع زي ما انتوا شايفين كده. ريحتها بجد خطيرة، ونكهة اللحمة مع البسلة موديها في حتة تانية خالص، بجد جميلة قوي. استنونا في فيديو جديد مع أكلك ألذ مع بنات العيلة.